السلام عليكم. الو. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هلا وهلا. شلونك؟ الحمد لله بخير أستاذ، أنت شلونك؟ الحمد لله، الله يخليك. الهدف من هذا أنه تمام. أنت عندك طريقة أكيد بالحياة، نمط حياة أو عندك طريقة بالدراسة. تمام. فإحنا شو نسوي؟ الأشياء اللي تفيد الناس. مو كل المكالمة راح يعني الجزء اللي هو يفيد الناس يفيد الطلاب، نتفق أنا وإنتي وماما وبابا أنه هو ذاك ممكن ننشره، يعني ممكن. إحنا هاي التجربة أول مرة دا نسوي، إيه تمام. فحتى نفيد الطلاب البقية يعني. على كل حال، إيه. نبدأ بالبداية. اسم التلميذة؟ هيرين هردي محمد. هيلين هردي محمد. تمام. أنتم من كركوك؟ إيه. مهم. قادسية أولى أنتو لو بنجا علي لو وين؟ بنجا علي. بنجا علي. تمام. ايش قد أنتو بالبيت؟ إيش كم واحد؟ 5 نفرات. 5 نفرات. بابا وماما هيك يعني. أنتو ثلاث أطفال خلينا نقول. إيه. آه، أولاد أكو ولد أخ عندك لو بس؟ عندي بس أخ بنات. واحد وأخت واحدة. أنت الكبيرة لو؟ إيش قد أنا ترتيبك؟ الوسطانية. أنت الوسطانية. الوسطانية. الولد أكبر منك؟ إيه. أها. بيا صف أخوك؟ راح للثاني متوسط. أها تمام. ثاني متوسط، وأنت ما شاء الله بالأول متوسط. والأصغر منه؟ إيه. يعني هي صارت 2.5 سنين. ها مو بالدراسة بعد هي. تمام. تمام كلش زين. زين، هسه نجي للأجواء الدراسية. تعال نشوف. أنت ماما هي ربة بيت، إيه. وبابا شنو، موظف عسكري لو شنو؟ لا، هسه شوف أستاذ، أنا يعني أمي تقريبا هي كملت 3 متوسط. نعم. اي تمام، هي كملت 3 متوسط، يعني هي خريجة هسه 3 متوسط، يعني تعرف تمام. انجليزي وهاي ممتاز. اشياء. ممتاز. بابا قلنا موظف لو عسكري لو شرطي لو شنو؟ لا، مو موظف هو. مو موظف، كاتب اي. خلينا نقول. نسميه اي. كاتب يعني، اللي مو موظف كاتب. تمام. أه بابا شنو تحصيل الدراسة؟ سمامة متوسطة، بابا يمكن أقل من عندها. اي هو اقل. زين، نستنتج من هذا. هسه تقولين ليش تسأل على هذا؟ نستنتج أنه أنت تقريبا معتمدة على نفسك بالدراسة يعني. يعني شوف استاذ، يعني نص نعم. علي ونص على امي، هيك. ماما تساعدك يعني. اي هو ساعدني هواية. تمام تمام. زين، هسه نجي. انت عندك غرفة خاصة بيك لو كلكم بغرفة يعني؟ لا لا، عندي غرفة خاصة بي. تمام. كل زين. هذا لأنه يأثر إذا وياك أحد هوسة لا لا. أكو كذا، هذا يأثر على الدراسة. زين، هسه نقول إحنا اليوم دوامنا صباحي، ترجعين أنت ب12:30 بالوحدة. إي. فنشوف هذه اللي طلعت أولى على المدرسة شلون ترتب وقتها؟ كيف ترتب وقتها؟ بس نحكي استاذ اذا نحكي كان دوام. ايه العفو. انت بنت صادقة يعني. احنا ما نريد نحكي مثل الانشاء والتعبير. اي تمام. تذكرين حكينا نكتة حكيت لكم. كان عندنا طلاب بالصف الرابع، فساعة دا احكي لهم عن الصدق، والله سبحانه وتعالى يحب الصادقين وكذا. فاكو سؤال بالمناقشة، كان قبل ما عندنا مكتبة مدرسية بالمدرسة الطيبة. اي. إيه، فالسؤال بالمناقشة يقول كم مرة ذهبت إلى المكتبة المدرسية؟ أشوف ذولا كل واحد كتب لي جريدة. أنا رحت مرتين، أنا رحت 3 مرات قرأت كتاب فلاني، وإحنا مكتبة ما عندنا أصلا. زين. إيه. فالتلاميذ شو يسوون؟ يعني خلينا نقول يجاملون المعلمين أو يكتبون للإنشاء والتعبير. لا، أنا وياك
بنريد نتكلم يعني بصورة خلينا نقول صريحة، يعني ماكو داعي. اي فرجعتي للبيت هسه نقول الساعة 12:30 انتي بالبيت. أستاذ بالنسبة للدوام الصباحي إذا رجعت للبيت أول نعم. شيء يعني أروح أبدل، أروح أتغدى كامل، وبعد ما تمام. أتغدى هيك الساعة بالوحدة ونص. نعم. بالساعة بالوحدة ونص أروح أطلع كتابي، أشوف واجباتي شنو عندي. إذا عندي تمام. واجبات أكتب كامل، نعم. وإذا ما عندي أكمل المحفوظات. يعني لك معلمين شنطونة هاي كامل أكملها، مهم. لأنه أستاذ الواحد بالليل ما يسحب أبد. صح. احسنتي. إيه، فأكمل كل واجباتي. وبالنسبة للامتحان الشهري أول شيء نعم. أنا أكمل الامتحان الشهري، يلا أروح أدرس الواجبات. مهم. تمام. بمعنى انت الظهر ما جاي تنامين؟ لو تنامين يعني ما أنام الظهر أبد. ما تنامين ظهر، فيصير بهاي الحالة انت طالعة خلينا نقول بالسبعة من البيت، او قاعدة بالسبعة والى الليل. زين. أستاذ ما عندنا أنا امتحان شهري. اي العفو، اي كملي قولي. مو أنا بالليل هم أنام من وقت. نعم. هسه إذا دوامنا صباحي. اي نجي لليل، بس قبل الليل هسه نقول اليوم ما عندنا امتحان باكر، ما عندنا امتحان شهري، فكملنا تحاضير، يعني تقريبا يجوز للأربعة للخمسة هيك يكمل التحاضير. يكمل هيك. إذا يكمل. عندي قليل يكمل. اي يكمل اذا قريب. تمام. ايش راح نسوي آخذ لي بباقي الوقت؟ قيلولة مم. آخذ لي قيلولة صغيرة بهذا الوقت، اها. يعني هيك 10 دقائق هيك. اها، يعني بس خلينا نقول تريحين راسك شوي. زين. إيه شوي. وراها قعدنا، صارت بالستة، صارت بالسبعة، ايش راح إيه، نسوي؟ أول شيء أروح أتعشى. إنه ورا ما أتعشى أشوف، مم. يعني أراجع المواد مالتي، أقرأ درس جديد. إذا عندي وقت فراغ أقرأ درس جديد. تمام. هذا طبعا قلنا ما عندنا امتحان شهري، إذا امتحان شهري طبعا الوقت فول راح يصير للدراسة. إيه. تمام. زين، شيء غير الدراسة أنت ما يعني كان نقول قراءة لا لا خارجية أو يوتيوب أو ريلزات تقلبين، شيء ماكو؟ لا لا، بس هذاني ما يعني مرات، يعني أنا مم. عندي كتب يعني هدت، اشترى لي إياهن بابا. مرات مم. أقرأهن مرات لا، هيك. مم. نقدر نعرف مثل إيش كتب يعني؟ يعني شلون؟ هيك مثل قصص أستاذ. أها تمام، قصص عربية غير عربية؟ قصص هيك عربية مرات. بابا ذيك المرة جاب لي كردية على مود أتقوى همينة بالكردي. ليش أنت اللغة الكردية مالتك مو يعني مو لا فول خلينا نقول؟ أنا أحب القراءة الكردية يعني. آه. تتقوين. إيه. بابا يمكن العربي مالته مو درجة أولى؟ لا مو شيء. مو شيء. تمام. انتوا كل حياتكم بكركوك لو كنتوا بغير محافظة؟ لا لا، بكركوك. كركوك. تمام. بمعنى انت تجي من الدوام، هذا طبعا دوامنا صباحي، اذا تجي من الدوام بدون نوم ظهر، راح تشيكين شكو ماكو، يعني خلينا نقول تشيك سريع، تشوفين الجدول، رتبتي وضعك، جهزتي، ترتاحين شوية، بعدين ترجعين تأكدين المعلومات اللي انت قريتي. الامتحان إيه. الشهري راح يصير يعني بعد أزيد من هيك. إيه. إيه أستاذ. زين. شلون دا تقرين الامتحان الشهري؟ طريقة القراءة. شوف، مثلا عندي امتحان رياضيات. أستاذ نعم. أني بالنسبة لي هاي الامتحانات، كل مو كل كل خميس أرجع للبيت. أمي نعم. تسوي لي أوراق. زين. أوراق مال يعني مواد، تسوي لي إياهن على مود يعني بالامتحان الشهري ما يصعب علي. مهم. تمام. إيه، فالامتحان الشهري أنا بس مجرد مراجعة. أها.
هذا بالخميس يعني يعتبر مراجعة للأسبوع اللي فات يعني اللي خلاص. إيه. مهم. للأسبوع اللي فات. تمام. يعني بهاي الحالة أنت دا تقرين التحضير وترتاحين، هذا باليوم، وترجعين تراجعي، وبعدين بالأسبوع تقريبا كل المواد اللي أخذتيه هم تسوي له مراجعة. إيه تقريبا تمام. كل المواد. تمام. هسه وصلنا يوم خميس، يعني باكر جمعة ورا سبت، هذا عطلة. الخميس بالليل ما ينشال هذا الإنذار؟ يعني كان يعني تسوين شيء ترفيهي، كان تطلعين، كان يعني أي شيء تسلية مثلا؟ بالخصوص يعني امبلا يعني نسوي شيء ترفيهي هيك نباوع أنا وأخويا على فيلم هيك، بس تمام. يعني ما نتأخر بالليل، ما نسهر. ها. هم تنامين من وقت تقريبا بيش تنامين؟ إذا بيوم العطلة يعني هيك تقريبا ب 12 هاي الخميس، نعم. وبالأيام لأنه ماكو نوم. الاعتيادية أقل؟ إيه إذا تمام. بوقت المدرسة لا. زين. هذا احنا قلنا بالدوام الصباحي. بالمسائي شلون ترتيبنا؟ بالمسائي هيك تقريبا إحنا الساعة بالخمسة بالأربعة ونص هيك نوصل للبيت. نعم. أول شيء أروح أبدل أغسل يعني أغسل يديني وجهي هاي كامل تمام. أروح أبدل. تمام. أو أول شيء ساعة هيك إحنا بالستة ونص هيك نخلي الأكل. تمام. تمام بهاي الساعة شوية أرتاح لي. نعم. تمام شوية أرتاح، نعم. وبعدها بالساعة بالسبعة ونص هيك أبدأ أقرأ مهم. بالترتيب المواد أقرأهن. نعم. ثانيو يعني خلينا نقول بقيتي لل11 أو حسب القراية، يعني إذا عندك مثلا إيه امتحان شهري أو عندك تحاضير، يعني نقول أقصى شيء لل11 تقريبا. يعني إذا عندي امتحان شهري ويعني ما مكملته فيمكن هيجي على حسب الوقت اللي أكمله، زين. هيجي بالوحدة تمام. مرات. أها. يعني بحسب المادة، خلينا نقول مادة مثلا إيه الساعات، فممكن تبقين بالوحدة. زين. نمنا بالوحدة بيش ساعة بدنا نقعد؟ ثاني يوم هم مسائي؟ إيه أقعد ساعة هيجي 9 إذا عندي امتحان شهري. زين. نحكي صراحة، هم يقعدون شلون انت تقعدين؟ لا أستاذ شوف، هم يكوكون الموبايل ويقعدوني هيك. تمام. بس انت ما تقعدين من نفسك، يمكن ما انت صعب. أستاذ مرات أقعد، حتى تمام. مرات من الامتحان قعدت. ممتاز. ممتاز. اي، فنقول قعدنا بالتسعة، تريقنا، غسلنا وجينا، تريقنا، هم نسوي مراجعة لو شو نسوي؟ نسوي مراجعة أكيد. زين. خلي نرتب المواد، نحكي بصراحة، طبعا احنا أصدقاء ما عندنا فد شيء. خلي نقول المادة اللي أصعب عليك، يعني أنت طبعا متمكنة، كلهم سهل يمك إن شاء الله، بس يعني أكيد أكو مادة أنت دا تطولين بيها أكثر من المواد البقية. المادة الرياضيات أستاذ يعني أطول مم. بيها، مم. لأن أستاذ أنت تعرف الرياضيات كل المعادلات وهاي هيك أشياء صح. 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 يحتاج تمام. فهم. اي زين. أخذتي بالرياضيات شيء خارجي كأنه باوعتي على يوتيوب أو ملزمة أو فد شيء، لو اكتفيتي بالتدريس بالمدرسة وخلص؟ شوف أستاذ أنا يعني بالملزمة أصلا الملزمة مالتي غلطتني مرة، سبحان. فأنا أنا بعد ما أقرأ بالملزمة أصلا. عندك مشكلة ويا الملازم. إيه دا تقول والله دول المراقبين مو زينين. أنا دا أشوف شنو مو زينين. قالت والله ردوا لي بالاجتماعيات، ورادي لها خطأ، ما أدري محافظة دهوك، ما أدري شنو، يعني ما ركزت حقيقة، بس المهم اللي افتهمته أنه رادي، هو الرد هو خطأ أصلا، يعني هو حرام شرعا وقانونا مو صحيح، والنوب رادي لها معلومة خاطئة فوقها يعني. إيه سبحان الله. آه، يعني أستاذ أنا بحياتي مرة واحدة همين ما ثقت أبد بالمراقبين، لأنه أستاذ حطي هذا مو عليك. اختصاصهم.
ايش قد طلعتي بالاجتماعيات؟ درجة كاملة؟ 100. ممتاز، بطلة بطلة. اي، بمعنى الانسان يصير عنده شخصية قوية، يعني هو معلومته هو اضبط من شو اسمه. ما دام يعني هو اساسا. ثاق بهاي اي نعم. ما دام هو ثاق بهاي الإجابة يعني ما يصير يغيرها أصلا. اساسا أنا حكيت لكم يمكن، وحتى بالإدارة حكيتها. أكو تلميذ كان مستواه قوي، بس طبعا أنت أقوى من عنده، قديم هذا يعني قبل سنوات. ذاك هم بالاجتماعيات جاء المراقب قال له امسح هذا كتابتك مو صحيحة، يعني جوابك مو صحيح. وسبحان الله، تلميذ كان إذا ياخذ 98 أو 99 يبكي خطية من هذا النوع، أخذ 75 بالاجتماعيات. زين، هم بمدرسة خطية. طيبة هو. اي والله، يعني هذا دمره. لذلك احنا الغش هو، انت تعرفين يعني هو حرام شرعا وممنوع قانونا. إيه. وهمنا يعني همنا ممكن تجي المعلومة من عنده خاطئة. تمام، هسه الشهري افتهمناه، التحضير اليومي افتهمناه. قلنا أصعب مادة يعني تشوفينها أو تطولين بها، خلينا نقول، هي الرياضيات. أي أه أطول بها. وتعتمدين فقط على الكتاب المدرسي، يعني ما أخذتي فد شيء خارجي منه؟ يعني معلومات خارجية. أي، كيوتيوب مثلا أو شيء مثلا. بلا مم. ما اعتمد فقط على الكتاب، يوتيوب همينه. أكو مدرس يعني محدد يعني كنت تدخلين عليه لو هيك؟ شوف أستاذ، مرات أكو مدرسة فزينة. شوف أستاذ، مرات أمي يعني ما عندها وقت، يعني ما عندها وقت، أنا وحدي أروح أقرأ. والله بطل. فهي فهي همينة خطية، مرات مشغولة يعني بالأعمال أكيد. المنزلية هيجي. فأني أروح يعني أجيب موبايلي، لأنه إحنا بالعطلة الموبايلات كلها تنشال. مهم. تمام، قصدك تفتح لي موبايلها بالدوام؟ أروح. أي قصدك بالدوام؟ أقول بدهم. أي، أنت تقولين بالعطلة. أي. حاسبة. لا لا، اعتيادي. تمام. أي، بالدوام تنشال. إيه، فكل الموبايلات تنشال. أستاذ يعني أروح أجيب موبايلها، أروح أخلي على ست مريم أبسط طرق للتعلم. أها. مو احنا مثلا، شوفي هاي هسه يعني. هاي معلومة. وين بنتي؟ هاي معلومة، مثلا أنا هسه اللي يسألني عن معلمة باليوتيوب أقدر أنطيهم هذا الاسم، أرشح لهم أقول هذه ست مريم، لأنه عندنا طالبة متميزة اسمها هيلين، استفادت من عندها. عرفتي ليش؟ هيك يعني نستفاد من بعض. فأنت فاستفادت هواي، استفادت منه. من ست مريم. اي، لانه مرات هو استاذنا الفاضل استاذ احمد، هو نعم. همينه كان شرحه هواي زين. نعم. فيعني مرات كنا ما نلحق. اي، الوقت، اي مو يعني اكو مسألة مرات وقت، اكو طالب عندنا مشاغب راح ياخذ من الدرس، اكو كذا، يعني هذا تداخلات يصير. مرات هو ياخذ درس الرياضه، يقول اي يقول نعم. يقول هذا تستفادون منه. صح. صح. زين، ابسط مادة عندك يعني ابسط كان ماده. وقتها قليل بالمراجعة، يعني خلينا. استاذ الانجليزي. ما شاء الله. الانجليزي انا هواي احب الانجليزي والعربي نعم. والاسلاميه. اها، يعني يعني هذني ذولا يعني كانوا سهل. قليل وقت يعني تخلصي، خلينا نقول، من وقت يعني. ايه. أستاذ زين. الاجتماعيات والعلوم يعني هذني مواد حفظ، صح. وإسلامية من مادة حفظ بس هي سهلة. جيد. الدفتر الجاهز فادك بشي اللي أنا مسويه؟ هواي فاهمين. وما اعتمدتي فد شي آخر غيره يعني؟ أستاذ لأنه هذا الدفتر الجاهز بكل المعلومات الوزارية، يعني بكل السنوات الوزارية، يعني الأسئلة الوزارية بها حل تمام. المناقشات كلها. زين، نسأل النائبة مالتنا، تحبين الرياضة لو الفنية؟ والله أنا بالنسبة لي الفنية.
فنية. شو تحبين بالفنية؟ هل الرسم حلو؟ هل التمثيل حلو؟ هل النشيد حلو؟ أنا أحب الرسم، تحبين الرسم. مهم. بس يعني بالنسبة إلي رسماتي يعني مقبول يعني حلوة رسماتي، بس مو هو يعني الدرجة الأولى. ايه انت لانه مركزة في جانب اخر طبعا يعني إيه. بالدراسة. تمام. وصلنا نصف السنة. ايش صار بالبيت نصف السنة؟ دخلنا بالانذار. إيه. ايه شنو برنامجنا بنصف السنة؟ القراءة بنصف اختلاف مم. القراءة يختلف من الامتحانات الشهرية. تمام. بس انت هنا عندك تحضير يومي وقراية بالشهري، هذا سهل عليك الامتحان نصف السنة إيه هو سهل والوزاري. علي بس. إيه. مم. فيعني كنا نسوي نص المواد بالأوراق بالامتحانات نصف السنة. شلون يعني؟ يعني شوف أستاذ، مثلا أنا شي ما حافظته، يعني نعم. مرات هو أستاذ كل واحد مرات ينسى شوية يعني مم. هيجي. تمام. تمام. فمثلا اجتماعيات شي، فمرات يعني أكو تعريف أسوي بالورقة. يعني انت المعلومة ويا ما حافظتها شفهيا هم تكتبينها. إيه أستاذ، يعني مو كل الاجتماعيات، لأنه ياخذ وقت أكيد. هواية همين. عافية. صح. مم. أستاذ، أكو معلم عندنا كان، أي أستاذ أحمد، كان يقول لنا، قال أي مم. معلومة أنتم ما حافظينها، صح. قال اكتبوها بالورقة هيجي تحفظونها. تمام. صح. إنسان قال هاي. حتى المعلومات يعني مرات إذا أنت ترددها على شكل تعليمي، كأنه مثلا تخيل نفسك أنت دا تشرح الموضوع، هم هذا يساعد إيه. بالتثبيت الأمر يعني. إيه. إيه. الامتحان الوزاري. اي الامتحان الوزاري طبعا هذا صار انذار مضاعف يعني بهاي الحالة. انتوا قعدتوا بالبيت. فقعدنا فترة المراجعة. اي نعم. فايش صار بالبيت أستاذ، يمكن؟ فترة المراجعة يعني كانت أستاذ فترة المراجعة أهم فترة بالامتحانات، نعم. لأنه فترة المراجعة هو كان كم يوم، 15 يوم تقريبا لو أكثر. اي هيك اي تقريبا تقريبا. تقريبا. فأنا نعم. كملت كل المواد فترة المراجعة أستاذ. عافية بطل. تقدرين بمختصر تقولي لنا شلون قسمت الجدول؟ يعني شلون قسمت الجدول؟ يعني اي أنا بيش أستاذ كنت بديتي؟ أقرأ مادة مادة. امم. آه بيش بالرياضيات بديت. اها. بالرياضيات، بعد الرياضيات بديت بالعربي. ماما تدخلت بالجدول مال المراجعة لو انتي خططتي؟ ما لا، أنا خططت وبس، ماما كانت تدرسني فترة المراجعة هيك، يعني أي موضوع ما فهمته هي تجي يعني تمام. تدرسني تشرح لي إياه. مم. أكثر مادة ساعدتك بيها شنو كانت؟ بالرياضيات منين؟ أكثر مادة، لا يعني مواد أخرى يمكن هيك. مادة مادة العربي يعني بس ساعدتني بالإنشاءات وهاي المواد، تمام. يعني هاي الأشياء. مهم. فبدينا بالرياضيات وبعدين مادة مادة أخذناه. إيه. جيد. زين. بالأدعية وهاي، لا إحنا أمي معلقت لنا ورقة نعم. كامل بيها أدعية مال امتحانات وهاي كلها، يعني كنت ممتاز أقرأ الأدعية. ممتاز ممتاز. مع ذلك أنا أعرف إيش قد القراية يعني تجيبين هيك معدل أعلى طالبة على المدرسة وأعلى من هواي مدارس أخرى، مو سهل هذا، إجا بتعب وسهر وممكن ماما تعصبت، ممكن أنت انقهرتي. بس مع ذلك نحاول قدر المستطاع نعتذر من الله سبحانه وتعالى، نقول له إيه. يا ربي أنت تشوف هسه حالنا احنا، يعني نحاول نسوي موازنة بين الجانب خلينا نقول الديني
اللي هو بس الصلاة. هو إيه. أنا وأنت شو مسوين بالدين؟ هو بس دا نصلي يعني. يعني نوازن بين هذا وبين الدراسة، لأنه الإنسان حتى اللي هو قوي مثلك بالدراسة، قوي شخصية، ترى يبقى يحتاج الله سبحانه وتعالى. يعني لازم احنا نتوكل عليه، لازم نستمر بالصلاة وياه، نستفاد من فترة الصلاة، ندعي. اكو فد شغلة ردت اوصي بابا وماما عليها، وهذا تمام. الشيء مجرب يعني اهتمي به. اكو ادعية، انت قلتي ادعية للامتحانات، اكو ادعية للحماية من العين، من الحسد. هذه الاشياء بالنسبة لك همينة مهمة جدا. تمام. هذني كل خليته بدفتر وكاتبتهن. ممتاز ممتاز، هذا اللي استمري عليهن، يعني لا تتهاونين بيهن. هسه احنا سوينا اعلان واعلام وسوينا صور، حاولي هذا الشيء يصير محدود. هسه تقولين ليش؟ لانه مو كل واحد. هسه انا من اباوع صورتك نجحتي الاولى افرح، ممكن اكو ناس يباوعوه بغير طريقة، بطريقة مو زينة، بطريقة يحقدون يحسدون كذا. تفهمين علي؟ اي استاذ، جاي اي. افهم عليك. فديروا يعني، حافظي على نفسك من هذه الجهة. تمام استاذ. زين. استاذ وانت. وإن شاء الله. استاذ. نعم. استاذ وانت همين هواي هواي نشكرك على نصائحك. الله يسلمك، الله يسلمك. يعني استاذ الله انت يبارك. هواي فدتنا. الله يخليك. أنا استفادت من و... عندكم. لا استاذ، بالعكس احنا استفادينا منك. الله يبارك فيك ويخليك. ندعي الله سبحانه وتعالى أن يحفظك وتستمرين بالتميز. أي شيء تحتاجين من ناحية الدراسة، غير الدراسة، تراسليني نصيحة كذا إلى آخره، أنا حاضر. وأشكرك. تمام. الأشياء اللي هي مو شخصية، خلي نقول جدول الدراسة، طريقة الدراسة، ممكن أنا أسوي لها نشر يعني. والأشياء الأخرى الشخصية لا، هذا يعني يعني ما يعني هو خاص، خلينا نقول معتبر. تمام. إيه. تمام استاذ. يلا يعني اشوفك بخير ان شاء الله. سلمي لي على بابا وماما هوايه. وعليكم السلام، همين يسلمون عليك. الله يسلمك ويخليك ويخليهم. يلا عيني، السلام مع عليكم. السلامة. هلا وحبيبتي، هلا بنتي.